من اسهل الاكلات اللي بحب اعملها الرقاق الطري باللحمه والبانيه. بصوا البانيه وجماله، بصي الجمال، بصي البانيه وجماله. بجد بحب اعمل البانيه السبايسي ده، اكنه سبايسي بالظبط. هو مش حراق بس مقرمش كده وجميل. بصوا الرقاق الطري، بحب اعمل الرقاق الطري جدا جدا. بصوا اللحمه، بصوا الرق، بصوا الرقات بتاعت الرقاق بجد. من اسهل واحسن الوصفات في الاكل اللي بحب اعملها الرقاق الطري. وقطعت فلفل كده على قوطه وعملت البانيه دوت. وتعالي نقول او نشوف عملنا الحاجات الحلوه دي ازاي. يعني نشتغل بقى على طول. معايا معلقه زبده كبيره في الحله بتاعتي، ولعت عليها اهو عشان اعمل ايه. معايا ربع كيلو لحمه، اعمل عصاج عشان هعمل صينيه رقاق جميله كده اهو. السمنه اهي سيحت. انزل ده ربع كيلو لحمه. اللحمه بتاعتي دي جملي، انا بحب اللحمه المفرومه الجملي، ما بحبش البلدي. لا يعني الجملي بحس ان هي حقيقي في المفروم بتبقى طعمها جميل جدا بامانه يعني. وكده كده كل واحد طبعا اكل اذواق. اللحمه اهي بتاعتي، انزل بقى ايه عليها بصلتين انا عاملاهم فرماهم في الكبه. بصلتين وسط على ربع كيلو او على ربع كيلو. بصلتين اهو، بس دي مش سليمه عشان وبعدين كمان جزرايه بشروها. ننزل بقى ايه بصله ميتها كده والجزرايه. بعد كده احط التوابل ايه بتاعتي. بصوا بقى معايا بقى ايه قرن فلفل اخضر على رومي، يعني سبايسي على بارد على حراق يعني. ومعايا واحدة ماجي. مش هحط حاجة تاني، هحط ملح وفلفل اسود بس، متحطيش حاجة تاني. ملح وفلفل اسود ده اطعم حاجة واحسن حاجة، ده حقيقي بجد. انا مرضتش احط ملح كتير طبعا لما الماجي بتاعت تفك كده وافكها واشوف ايه اظبط الملح يعني عليها، مش كده ما بحطش ملح كتير. بس تعالي بقى اوريك هنعمل ايه. بصي بقى معايا هنا ايه معلقه زبده بلدي على معلقه سمنه، ببكسهم كده اعمل ميكس واحط عليهم نص كوبايه لبن كده بس كده، واقلبهم كويس. ومعايا ايه رقاق طري، وادي الصينيه بتاعتي اللي انا هعمل فيهم الايه الرقاق. نعمل صينيه رقاق طري تحفه، هتعجبك قوي 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 قوي. يا ريت كل اللي بيتابعني ويشوف الفيديو بتاعي يقول لي بيشوفه منين، يقول لي هو منين، عشان طبعا انا ببقى مبسوطه جدا من اخواتي وحبايبي ان انا اعرف اخواتي وحبايبي اللي بيتابعوني منين. بشيل المعلقه واقلب بايه بالمضرب الصغير عشان ايه لهم ميكس كده مع بعض، مش هحط حاجه تانية عليهم. انا هنا بقى دهنت الصينيه بتاعتي سمنه، مش من الخليط اللي انا عاملاه دوت لا، انا دي سمنه بس او زبده بس، يعني اي حاجه مش عليها لبن ولا عليها حاجه، لا ده حاجه سمنه من غير الخليط. واحط اول رئه اهو، بسم الله الرحمن الرحيم. احط اول رئه كده واجيب بقى الخليط اللي انا عاملاه ادهن منه ايه الرقاق بتاعي، وهكذا هدهن كل رئه. بسم الله الرحمن الرحيم كده اهو. كل رقه هحطه انا هدهنه عشان يطلع مورق كده وجميل. الرقاق الطري ده على فكره تحفه تحفه تحفه. الوصفه دي احفظوها عندكم عشان هتعجبكم في رمضان، تعملوها في رمضان هتعجبكم قوي. وهكذا بقى احط كل رق وادهنه. هنا بقى ايه انا حطيت 4 رقات من الجلاش الرقاق، معلش سوري. الرقاق طلع 8 هحط 4 تحت و4 فوق. ال8 دول نص كيلو، الكيلو ب35 عندنا، ما اعرفش الله اعلم عندكم هيبقى بكام طبعا، من بلد لبلد او منطقه لمنطقه.
بيختلف الايه السعر. بسم الله ما شاء الله. ده الربع كيلو لحمه بتاعي اهو، هحطه. هو الربع كيلو حلو قوي تمام. بسم الله ما شاء الله، يعني رامي كتير اهو. بصي ارفعي ايديك شويه، ايوه وريها، رامي اهو. بسم الله ما شاء الله اهو. انا هحطهم كلهم طبعا. بصي بسم الله ما شاء الله، ادي الربع لحمه اهو. بصوا بسم الله ما شاء الله عليه. انا هحط ده الرق الجديد بقى اهو. احط اللحمه بس كده اهو، وبعدين وهكذا يعني لغايه ما اخلصهم كلهم تمام كده. وادي الصينيه اهي بتاعتي كلها حطيتها. حطيت كده 8، 4 تحت و4 فوق واللحمه في النص. الناس اللي بتقول اللحمه مش ربع كيلو ده اكتر من ربع، والله العظيم ربع، وانا مصوره قدامكم. ما حطيتش حاجه للبصلتين والجزرايه اللي هما الاضافي اللي انا حطيتهم، والملح والفلفل الاسود وحده الكمون، وما حطيتش اضافه تاني والله. وهو الاكل كده كده ده بتاعي يعني، انا اللي هاكله بالهنا والشفا، او ولادي اللي هياكلوه بالهنا والشفا. فمش هكدب يعني، استحاله هقول وصفه وهكدب فيها. وحطيت بقيه السمنه على اللبن على الوش اهو، وانا مشغله الفرن بتاعتي سخنت، وهدخلها الفرن ولما تطلع اوريها لكم. وتعالوا ندخلها الفرن ونشوف هنعمل ايه. ومعايا هنا بقى ايه ربع بانيه متبلاه اهو. ربع بانيه بس على القد، مش 20 نفر اللي هياكل. هو ربع بانيه دوت بقسماط على فيجيتار على حبه ملح على فلفل اسود. تضغطش كده، لازم تضغطش كده عشان الكفر يمسك في البانيه. وهكذا واعمل الباقي كله. ادي اهو خلصت البانيه. تعالوا بقى نقليه. ادي الزيت بتاعي. الزيت سخن. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حط البانيه كله اهو عشان ياخد راحته بس كده. بصي هنا بقى انا طلعتها قبل ما تاخد وش. هحط على وشها ايه قشطه بس كده، من وشها كله قشطه، وادخلها الفرن تاني. بصي ادي الصينيه اهي بتاعتنا، انا طلعتها وقلبتها. بصوا الجمال، بصي الحلاوه، بصي الجمال ده والحلاوه. احطها هنا كده. بصوا الجمال والحلاوه. وادي البانيه بتاعنا اهو. البانيه دوت ربع كيلو، 6 قطع اهو. 1 2 3 4 5 6. وقطعت شوطه على فلفل عشان هم مش عايزين ياكلوا مخلل. بصوا الطبقات بتاعت الصينيه، الطبقات بتتكلم على نفسها. بصوا جمال الصينيه جميله قوي قوي. لو عملتوها هتعجبكم قوي. الرقاق الطري بيبقى جميل قوي، احسن من الرقاق الناشف ده بجد حقيقي. بصي وبربع كيلو لحمه مش مكلفه خالص. وبصي ملينا اللحمه ازاي، بسم الله ما شاء الله القطعه. بصي ملينا اللحمه ازاي. يا رب يكون الوصفه بتاعتنا عجبتكم النهارده. وان عجبتكم ما تنسيش تعملي لايك واشتراك في القناه بتاعتنا عشان يظهر لك كل جديد. وكانت معاكم ايمي في مطبخ مويه.